أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة كتاب خدها قاعدة. وصلنا للقاعدة ال11 اللي بتقول ممكن. اتأمل كده في حالك وحال الناس اللي حواليك، هتلاقي إن كتير مننا مش بيلتمس العذر للتاني وبيسيء الظن بسبب أحيانا وبدون سبب أحيانا أكتر. طب ليه منخليش إحسان الظن هو الأساس؟ من هنا بتيجي القاعدة اللطيفة اللي بتقول ممكن، معناها إنك تلتمس العذر للي حواليك في تصرفاتهم، في أعمالهم، في كلامهم، في نظراتهم، وفي سكاتهم وحركاتهم، وفي حياتهم كلها. على سبيل المثال، يعدي صاحبك من قدامك من غير ما يسلم عليك، ممكن تغضب منه، لكن في الحقيقة ممكن يكون ما شافكش أو في حاجة شغلاه، أو ممكن يكون عنده مشكلة. ممكن تتصل على صاحبك وما يردش عليك أو ما يرجعش يكلمك بعدها، فممكن يكون عنده اللي بيشغله. باختصار، ممكن يكون للشخص اللي قدامك عذر انت ما تعرفش عنه حاجة، فما تديش الموضوع أكبر من حجمه. في البداية ما تسئش الظن، اسأل الأول عن صاحبك وشوف ماله، وتأكد لو كانت أفكارك دي صح ولا غلط. نقطة مهمة كمان تخص قاعدة ممكن، انت ممكن تعتقد ان الحق ليك مش لغيرك، في حين ان الحقيقة ان الحق عليك مش على غيرك. المشكلة دي بتظهر في تعاملاتنا اليومية، زي مثلا ممكن تلاحظ تقصير من حد من صحابك وتقول الحق عليه، كان لازم هو اللي يتصل. فهل ممكن بعد تفكير ان يطلع الحق عليك انت وان انت اللي المفروض تبادر بالاتصال؟ مثال تاني، ممكن تشوف صاحبك في مكان عام من بعيد وتبصله ويبصلك، فتقول جواك إنه هو أحق يبدأ بالسلام، فما تسلمش عليه. فهل ممكن أنت اللي تبدأ بالسلام؟ مثال كمان، مش هتلاقي أي حد اتعرض لحادثة إلا وكان ليه كل الحق، وإن الخطأ كله على خصمه بنسبة 100%. ومن أهم الأمور اللي ممكن تندرج تحت قاعدة ممكن هي الأماني اللي ممكن تتحقق وتبقى واقع ملموس. المختصين بيقولوا إن اللي عمله غيرك أنت كمان تقدر توصله. فهل ممكن تكون عالم؟ ممكن. هل ممكن تكون دكتور أو مهندس؟ ممكن. هل ممكن تكون مدرب نافع؟ طبعا ممكن. هل ممكن تكون غني وتكفي نفسك وغيرك؟ ممكن. فما فيش حاجة مستحيلة. صلي والجأ لربنا واستشير واقرأ في الموضوع اللي انت مهتم بيه، وهتوصل بإذن الله في يوم من الأيام. كان في راجل عجوز قاعد مع ابنه اللي عنده 25 سنة في القطر، وكان في فضول رهيب على وش ابنه اللي كان قاعد جنب الشباك. خرج ايديه من الشباك وحس بمرور الهوا وصرخ وقال لباباه بص الشجر بيمشي ورانا. فابتسم الراجل العجوز مع فرحة ابنه. في الوقت ده كان في زوجين قاعدين ومتابعين اللي بيحصل، وحسوا بالإحراج، ازاي شاب عنده 25 سنة بيتصرف زي الأطفال. فجأة صرخ الشاب مرة تانية وقال لبابا بص المية والحيوانات اللي فيها، بص الغيوم اللي بتمشي مع القطر. وفضل الزوجين مستغربين. بدأت تمطر وبدأت قطرات المية تيجي على ايد الشاب اللي كان وشه مليان سعادة وهو بيبص لباباه. وفي اللحظة دي الزوجين ما قدروش يسكتوا وسألوا الراجل العجوز ليه ما تزورش دكتور وتعالج ابنك. هنا قال لهم احنا لسه راجعين من المستشفى وابني بقى بيشوف لأول مرة في حياته. فتأسفوا واعتذروا. فخليك حريص دايما انك ما تستخلصش النتائج لحد ما تعرف كل الحقائق، وما تستعجلش في الحكم على اي حاجة. مثال تاني مهم، كان في واحد بيشتكي للدكتور ان مراته مش بتسمع كلامه، فالدكتور قاله على طريقة يخليها تسمعه، وهي انه يكلمها بصوت عادي من بعيد، ولو مردتش يقرب اكتر. فروح البيت ووقف بعيد وسألها بصوت عادي عاملالنا ايه في العشاء النهاردة؟ مردتش. قرب شوية وكرر كلامه وبرضه مردتش. قرب اكتر وكرر كلامه وهي مش بترد. قرب اكتر شوية كمان وسألها للمرة الرابعة، ردت عليه قالتله قلتلك للمرة الرابعة الفراخ في الفرن. فاتضح ان هو اللي ما بيسمعش. فهل ممكن تكون انت على خطأ وغيرك على صواب وتبقى فاكر العكس؟ ممكن. احيانا بتتصل بزميلك وما يردش عليك، يعدي قدامك صاحبك وما يسلمش، يجتمعوا قرايبك من وراك، تطلب سلفة من عزيز وما يساعدكش، تخبط على باب جارك وما يفتحش رغم ان عربيته راكنة برا. احتمالات كتير ممكنة، لكن السيئين بس اللي بيختاروا الأسوأ دايما. فما تتسرعش في كلامك وما تستعجلش في إصدار أحكامك. وبس كده، أشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.